من اوضه صغيره متر في متر قرر يوسف يا جماعه ان هو يخرج عن المألوف ويعمل طياره بدون طيار. جايز الطياره دي البعض يسخر منها، لكنك ما تعرفش بكره ممكن يكون الشاب ده يعمل مصنع هنا جوه مصر والطياره دي تتصدر لكل دول العالم. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات فتح الشهور. بصوا يا جماعه، هو احنا ماسكينها عشان قوه الدفع بتاعها كبيره. احنا ماسكينها اهو عشان خاطر ما تطيرش، لان الطيارات دي بتطير عمودي مش افقي، فاحنا لو طيرناها كده بقى هتروح يعني قول لنا كده دي انت عملتها ازاي؟ بس دي الخامه بتاعتها الاول فوم بورد، دي اخف حاجه وفي نفس الوقت هي مش غاليه قوي. دي الحاجه الثانيه الخشب البلسه. خشب خفيف، فيها خشب بس من الجناح نفسه كداعم قوي. كل حاجه في الطياره هنا ليها وظيفه. احنا قلنا هنتحرك بده. ايوه بصوا اهو، بصوا الجناحين دول بيتحركوا تمام، وهنا اهو في جناح، ده جناح بيتحرك اهو بيتحرك. بص بصراحه انا حبيت الهوايه دي، انا شفتها على النت واتفرجت عليها كتير. انا مش منتشره قوي، انت بتعملها بايدك وبتطلع فيها تعبك وزهقك. هندسه ونسب معينه انت بتتعلم منها، مش بتعمل حاجه وخلاص. يعني هقول لك على حاجه، مثلا الجناح ده مش فكره حاجه انت بتقطعها وبتشكلها وخلاص. ده ليه وزن معين، ده ليه نسب معينه، ده ليه سمك معين. سرعتها قد ايه؟ دي سرعتها 32 كيلو. والمسافات اللي المدى بتاعها معاك من، يعني انت لو مش حواليك ابراج لاسلكي والكلام ده، وبعيد عن العماير دي، لو في ارض فاضيه معاك لحد 3 كيلو. تشيل اوزان معاك لحد كيلو 200 جرام مثلا او 150 جرام. هي كهرباء، فيها بطاريه واحده، وهي اصلا الدفع بتاعها 5 كيلو. يعني هي مش مجرد فوم وخشب، لا هي حاجه اعتماديه اكتر. دي نقول عليها درون ولا نقول عليها مسيره؟ ممكن تقول عليها درون ولا نقول عليها طياره؟ لا ممكن تقول عليها الشاكه درون. يعني ايه اللي يفرق الدرون عن المسيره؟ بس الدرون دي بتبقى المدى بتاعها محبوس، انت حرفيا ما ينفعش تبعد عنها كتير، فاهمني؟ لكن المسيره والحاجات دي ليها مسافات. في مسيرات بتسافر بلاد من غير طيار، دي اسمها طياره بدون طيار. ايه علاقه اللابتوب بالطياره؟ اللابتوب ممكن تنزل عليه سيميليتور وتستخدم الريموت فيه، اللي كانك بتحكي طياره بالظبط وتتحكم فيها بنفس السنسيفيتي بتاعتها، بنفس كل حاجه، وانت تتتبع مسارها. يعني كل ده من اللابتوب ماشيه ازاي، كل ده بالظبط كل ده من اللابتوب، وتحركها شمال ويمين والمدى بتاعها وكل حاجه. طب اتحرك لنا كده طيب من البرنامج ده كده. والطيار والمراوح. استنى امسكها لك انا زي ما انت كده شغال من اللابتوب. كل ده من اللابتوب. بصوا يا جماعه، لا هطير هي دي بقى البطاريه. هي دي بقى البطاريه. بتقعد قد ايه، كام ساعه؟ دي لو انت يعني مثلا بتاع نص ساعه في الجو. الطياره بدون طيار دي كلها كلفتك كام؟ يعني سكه 8000 جنيه او 7000 جنيه. انت اللي دافعهم ولا؟ انا اللي دافعهم طبعا. لا انا اللي دافع الكلام ده. هما بيشجعوني على الحاجات دي بصراحه. انا شغال جنب دراستك يعني. جنب انت بتدرس وبتشتغل. يلا بقى نص عشان معانا تصميم فتحي. الحاجات دي انت عاملها يعني مصممها على ايدك ولا بتتقطع على برنامج أو؟ لا الحاجات دي بتتقطع كلها بالقطر. انا ممكن اوريك التصميم بتاعها واوريك ازاي فين التصميم. بس بيبقى عباره عن ايه. الورق ده بلزقه على الفوم بورد اللي هناك ده. الفرخ ده وبيتقطع بقى ايه على الخطوط دي. بيتقطع بقى على الخطوط اللي كل الحاجات دي اكتر من 65 ورقه او 65 ورقه عشان تعرف يعني دي. وفي طيارات بتقعد بال 100 ورقه. ودي طبعا الميكانيكا اللي جوه. دي الميكانيكا اللي جوه بتاعتها. تمام. ضفت ليها ايه؟ بمعنى يعني انا ممكن اقول او ممكن حد مثلا يكتب لي في تعليقات، مع اي حد ممكن يعمل ده. بصراحه انا يعني من غير ما اتابعها ولا اي حاجه، بس الموديل ده ما اتعملش منه في مصر قبل كده. FT جينيبيج اسمه كده. تفتكر مجال سوق العمل فعلا محتاج طيارات زي دي ولا لا؟ مش منتشر قوي بس لابد من كده يعني. يعني المستقبل جاي. المستقبل جاي طبعا.
فده فدي المستقبل كله الهوايه، هيتكلم هنا. دي الهوايه اللي جايه باذن الله. موفره اكتر من من ان انا ابعت الطلبات بتاعتي على موتوسيكل وكده، ولا لو انتشرت اكتر تبقى موفره بكهرباء، انت بطاريه بتشحنها انت خلاص انت مش محتاج سواق يسوق ولا بنزين ولا اي بنزين. حاجه ولا اي حاجه خالص. يعني مش هنقول ان ده اختراع، لا هو موجود في كل دول العالم، ولكن ان تاتي خيرا من ان لا تاتي. 21 سنه وعقلياتنا كمصريين مش بتتوقف. اي دوله بتتكلم من مبدا قوه، بتتكلم بالتكنولوجيا.